حضراتكم لكل واحد قلقان من الملف الاقتصادي وعايز يعرف بكره مخبلنا ايه. على فكره انا لسه عند رايي الشخصي، اذا اردت شيئا بشده انزل اشتريه بسرعه لان سعره اكيد هيغلى. المهم هكلم حضراتكم في حلقه اليوم عن العجز في صافي الاصول الاجنبيه في البنوك المصريه واللي وصل لسالب 24 مليار دولار، وهقول لك ازاي ده بيأثر على الاقتصاد والجنيه ووفرة الدولار والإصلاحات إلى آخره. أيضا عندنا في حلقة النهاردة تقرير من CNBC الأمريكية بيتكلم بكل وضوح وبيقول لك على فكرة الجنيه المصري من أسوأ العملات على المستوى العالمي أداء، سمعتنا يعني في الكوكب كله سيئة. أنا بس خايف يا جماعة الحكومة بتاعتنا تتحسد تقوم تجتهد اكتر والجنيه بقى اسوأ عملة في العالم. احنا حاليا مرتبة 6، شدوا ايه حيلكم معانا كده. مش قادر. الأستاذ شريف الصرافي بيطلب من الناس إن هي تنزل تشتري كل ما في الأسواق. وطبعا كلنا عارفين إيه اللي ممكن يحصل لما الناس تصاب بحالة من الهلع وتنزل تشتري كل حاجة من السوق. إيه اللي هيحصل؟ وطبعا كالعادة إن الأسعار هترتفع أضعاف مضاعفة بسبب واحد فصل زي شريف الصرافي، واحد لا له في الطور ولا في الطحين بيدعو الناس إنها تنزل تشتري كل حاجة من السوبر ماركت. بأمارة إيه؟ يعني أنا بسأل الحكومة المصرية بتاعتنا ده بأمارة إيه يطلب الناس إنها تنزل تشتري الحاجات بتاعتها من السوبر ماركت؟ هو ده مش مخالف للقوانين؟ هو اللي بيقولوا ده مش خطر علينا وعلى الناس؟ هم سايبينه، الراجل ده سايبينه بأمارة ايه يتكلم ويحط جزء في الاقتصاد وعمال يبث طاقة سلبية في وسط الناس. الحكومة عارفة مين هو كويس. شريف الصرافي. شريف الصرافي ده اللي كان شغال مع تركي الشيخ. شريف الصرافي ده اللي كان شغال قبل كده مع حركة 6 ابريل والبلاك بلوك. كل حاجة موجودة صوت وصورة. ولكن مش هنقبل بيه ان هو يفضل يبث الاخبار السامة في وسط الناس اكتر من كده. بطمن السيد النائب العام ان هو يتخذ اجراء ضده وضد كل من بيشتغل بنفس طريقته. السادة الافاضل امثال شريف الصرافي بيجيب مقالات من الصحف الامريكيه، والصحف الامريكيه دي كلها معروف توجهاتها ايه؟ انها كلها ضد مصر، والاستاذ بيجيبها يترجمها بالعربي وينشرها. يعني في مقالات كتير جدا بتتكلم على الاقتصاد المصري بشكل كويس، لكن هو بيختار المقالات اللي بتسيء للشعب المصري وللدوله المصريه بشكل عام ويبدا ينشرها على صفحته، وده له اغراض خاصه وكلنا عارفين ان هو شغال تبع اجنده مين. وعلشان تبقوا معروفين ان الراجل ده كان شغال مع تركي الشيخ، وكلنا عارفين تركي الشيخ ايه هو توجهاته واجندته شكلها ايه. صباح الخير. دلوقتي تركي آل الشيخ اشترى النادي الاسيوطي وهيغير اسمه للنادي الاهرام ويصرف عليه ويجيب له لعيبه اجانب من بره ومدربين اجانب. انت زعلان ليه؟ هو دافع الفلوس من جيبك؟ شريف أشرف الصرافي المتحدث الإعلامي لرابطة مشجعي نادي بيراميدز لصاحبه الوزير السعودي المثير للجدل تركي آل الشيخ. واحد هيقول لي هو النادي لسه لعب عشان يبقى ليه رابطة مشجعين؟ هقول لك مش هي دي الزتونة يا معلم. الاسم ده شريف الصرافي ما بيفكركش بحاجة؟ خليك معايا وانا احكي لك الحكاية من الأول. شريف الصرافي ده من المحلة، لكنه اتولد في السعودية لما كان أبوه شغال مهندس هناك في المملكة. المهم قبل الثورة انضم شريف ل6 ابريل، وبعدين سابهم وارتبط اسمه بأحداث عنف بعد الثورة زي حرق المجمع العلمي وعمليات عنف كتير داخل مصر. فكرة البلاك بلوك جات لكم منين؟ ايام الاتحادية لما الاخوان خدونا غد كان برعاية الداخلية طبعا. عرفت ان الداخلية ما عادتش هتأمن متظاهرين او هتأمننا، الداخلية هتسيبنا كبش فدا للاخوان او الداخلية بتضحي بينا. فقعدنا نفكر ان احنا عايزين نجمع نخبة الثوار في كيان واحد.
نخبه الثوار دول اللي هم الناس اللي بتقف في الاشتباكات في اول الصف. وبعدين طلع على منصة 30 يونيو يعلن دعمه للجيش وللسيسي وأسس حركة دعم الجيش. وفي نوفمبر 2013 تم اتهامه بالمشاركة في هدم النصب التذكاري بالتحرير خلال إحياء ذكرى محمد محمود، وتم القبض عليه واتسجن 9 شهور. او نسمع الراجل ده كتير، نعرف تاريخه، نعرف تاريخ الراجل ده ايه. تاني مرة بطالب الحكومة بتاعتنا والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف المهزلة دي، وقف مهزلة اليوتيوبرز المصريين اللي عمالين يطبلوا لإحدى الدول الشقيقة واللي بيبصوا السم في قلوب الناس والإحباط في قلوب الشباب وبيقلبوا الناس على الدولة. وشكرا.